اللي راح تسمعوه بالفيديو اليوم يا جماعة حير علماء الأرض والبيئة، حير علماء الفلك. هل تعلم عزيزي المشاهد إنه الكرة الأرضية اللي إحنا عايشين فيها موجودة على ظهر حوت ومش موجودة بالفضاء زي ما كنا مفكرين؟ ويا ريت توقف على هيك بس، راح تسمعوا مفاجآت أكثر وأكثر بالفيديو. معانا ومعاكم الرواية التي حيرت العلماء. ادعس يلي تدعس. عن الصادق عليه السلام قال: سألته، أبان يسأل الصادق، سألته عن الأرض على أي شيء هي؟ هاي الكرة الأرضية على شنو قاعدة؟ على أي شيء هي؟ قال عليه السلام: هي على الحوت. وأرضنا تبين مو بالفضاء تسبح، القرآن يقول لا، وإنما على الحوت، قاعدة على حوت. وأنا يلي كنت مفكر إنه الكرة الأرضية موجودة بالفضاء طلعت موجودة على ظهر حوت. بتعرف أنا مرات بشعر بدوخة، بحس حالي دايخ. هسه عرفت شو السبب. السبب إنه الحوت بيكون بيتحرك وإحنا بنتحرك معه كوننا موجودين فوقه. قلت أبان يكمل يسأل: فالحوت على أي شيء هو؟ زين الحوت وين؟ على أي شيء هو الحوت؟ وأكرر هاي الرواية صحيحة السند. قال: على الماء. الحوت بالمي، وبطبيعة الحال الحوت ما يمشي بالصحراء، بالمي. طبعا يعني الحوت موجود بالمي، مش معقول يعني انه الحوت يكون بغرفتي مثلا. على كل حال عشان نكون فاهمين، الكرة الأرضية موجودة على الحوت والحوت موجود بالمي. المهم وبعد هيك شو في كمان؟ قال: على الماء. قلت: فالماء على أي شيء هو؟ هو أبان فقيه يمشي. والماء على أي شيء هو؟ قال: على الصخرة. المي على صخرة، ساهم الصخرة ايش كبر الله يعلم. هو رب العالمين بيعلم بكل شيء، بيعلم بكل شيء، هذا متفقين عليه. بس احنا كمستمعين لازم نفهم شو هالصخرة هاي اللي شايل المي والمي شايل الحوت. يعني ويه هاي الصخرة عبارة عن مليار صخرة، يعني مش معقول انها تكون صخرة واحدة. بس كل شيء بصير، يعني ممكن انه يكون في صخرة بهذا الحجم، ممكن. قال: على الصخرة. قلت: فعلى أي شيء الصخرة؟ زين الصخرة وين؟ قال: على قرن أسود، على قرن أملس. الصخرة على قرن أملس. سهم أملس ليش؟ ما بيشعر، ما أدري شنو الحكمة يعني. والله وإحنا ما بندري، ولا حدا بدري، ولا حدا داري شو فيه. أنا بحكي لك ليش أملس. أملس لأنه الصخرة ملساء، والصخرة بدها تكون على إشي أملس. يعني مش معقول إنها تكون الصخرة خشنة وتكون موجودة على إشي خشن. ها؟ مين؟ مش معقول إنها الصخرة تكون ملساء وتكون موجودة على إشي خشن. هيك قصدي. أيوة كمل. قلت: فعلى أي شيء الصخرة؟ قال: على قرن أملس. قلت: فعلى أي شيء قال: على الثرى، على التراب. قلت: الثرى على أي شيء هو؟ زين الثرى هذا التراب وين واقف؟ قال عليه السلام: هيهات، عند ذلك ظل علم العلماء. هنا ظل علم العلماء. هو مش بس العلماء وقف علمهم هون، أنا وقف علمي هون، وانت وقف علمك هون، والناس كلها وقف علمهم هون. والله يا زلمة لو انك بتحذر فينا بحزورة ما هو هيك، والله لو انه لغز ما هو هيك. دير بالك عزيزي المشاهد، من يوم وطالع اذا شعرت بدوخة اعرف انه الحوت اتحرك او الصخرة اتحركت، يعني لا تخاف.